القيام بواجب الصوم والإيمان واليقين بحسن جزاء الله للصائمين. لهذا نتخذه لنا عيدا، نتهادى، نتراحم، نتزاور، نتعاطف، لنعمل ما تعلمناه في مدرسة الصيام. إن الله أراد للجميع في هذا العيد أن يفرحوا، حتى الفقراء واليتامى. ومن واجبنا أن نوثق عرى المحبة والإخاء بيننا وبين أهلينا وبين جيراننا. وهكذا شأن المسلمين، يتصلون بربهم عن طريق العبادة، ويتصلون بالناس عن طريق الإحسان والمودة والإخاء والتزاور والتعاطف والتهادي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما سمعنا دويا للقرآن الكريم في رمضان. الله أكبر ما تعطرت المساجد بأنفاس الصائمين في رمضان. رأينا والحمد لله أن المساجد مكتظة ومزدحمة بالمصلين في رمضان، لكن مع الأسف الشديد مع فجر أول شهر من شوال نرى تراجعا ملفتا للمصلين، كأن أولئك يعبدون ربا غير رب رمضان. فرب رمضان هو رب بقية الشهور والأيام. فمن كان يعبد رب رمضان فإن رب رمضان حي باق، ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ذهب وولى رمضان. فما علينا أحبابي الكرام إلا أن ندوم على الطريق المستقيم، وأن نستمر على ما كنا عليه في رمضان، لأن الإيمان أحبابي الكرام له ثوابت، له ثوابت لا بد أن تبقى وأن تصحب المسلم في جميع مراحل حياته. هل يستغني مؤمن عن روحه؟ هل يستغني مؤمن عن الصلاة؟ فإن الصلاة صلة لك بالله عز وجل، الصلاة صلة لك بالله عز وجل، وأول ما يحاسب عليه العبد غدا يوم القيامة الصلاة. والصلاة صلة لك بالله ومعين يطهرك من جميع الذنوب والآثام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأوصانا الله عز وجل بل أمرنا أن نحافظ عليها في أوقاتها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حتى إن أهل الجنة غدا يوم القيامة يتساءلون فيما بينهم ويسألون أهل النار وأهل سقر: من الذي أدخلكم إلى النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلى أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم سقر؟ ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. أحبابي الكرام، الصلاة هي عباد الدين. هل ترضى أخي المسلم أن تكون محل خلاف بين أهل العلم، بين من يقول إن تارك الصلاة هو كافر، وبين من يقول إنه فاسق، وبين من يقول إنه مؤمن عاصٍ؟ ولله الحمد والمنة أن في مذهبنا لا نكفر من يترك الصلاة، بل نقول إنه مؤمن عاصٍ. لكن المؤمن الكيس الفطن الذي يخشى على نفسه هل يرضى أن يكون محل خلاف بين أهل العلم، بين من يكفره وبين من يفسقه وبين من يقول إنه مؤمن عاصٍ؟ المؤمن الكيس لا يرضى،
المؤمن الكيس يحافظ على مروءته، يحافظ على مبدئه، يحافظ على تربيته التي تربى عليها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ومن الثوابت الإيمانية التي لا غنى للمسلم عنها في رمضان وبعد رمضان قراءة القرآن. هل يستغني مؤمن عن روحه؟ هل يستغني مؤمن عن أصل حياته؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن روح للإنسان، روح لجميع البشرية، روح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال له ربه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فمن أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. علموا أولادكم القرآن، غرسوا فيهم حب القرآن، حفظوهم القرآن الكريم، يكونوا لكم شفعاء غدا يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تدلان عن صاحبهما، أو غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. البيت الذي يتلى في سورة البقرة لا تستطيع السحرة أن تؤثر فيه. الشخص الذي يردد قراءة سورة البقرة لا تستطيع السحرة أن تؤثر في هذا الشخص، لأنه مسلح بكلام الله عز وجل. أحبابي الكرام، علينا أن نجدد عهدنا مع القرآن الكريم. لا تضع القرآن في علبته كأنك لن تحتاج إليه إلا في رمضان المقبل، وهذا خطأ. اجعل لنفسك وردا يوميا تختم القرآن فيه ولو مرة واحدة في الشهر، وهذا أضعف الإيمان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. من الثوابت الإيمانية ذكر الله. وفقنا ولله الحمد والمنة في رمضان لذكر الله عز وجل، لذكر الله عز وجل. فدوموا على هذا الدرب، دوموا على هذا الدرب حتى تكونوا قريبين من الله عز وجل، لقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هروله. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها لدرجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فالذاكر لله عز وجل حي، والذي لا يذكر ربه ميت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذاكر لله عز وجل حي، والغافل عن ذكر الله عز وجل ميت وإن تحرك بين الأحياء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ومن الثوابت الإيمانية أحبابي الكرام قيام الليل. قيام الليل وفقنا ولله الحمد والمنة، ونرجو من الله عز وجل أن نكون من المقبولين على أن وفقنا لقيام ليالي رمضان. فما علينا أحبابي الكرام إلا أن نستمر على قيام الليل ولو بركعة واحدة. اركع لله عز وجل
وفي جوف الليل تكتب من القائمين، وتدخل ضمن الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم، وهذا تعبير إلزامي، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين، أي خلق الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاج عن الإثم، وتكفير للسيئات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ومن الثوابت الإيمانية التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها صلة الأرحام، وبر الوالدين، والإحسان إلى اليتامى والفقراء والمعوزين، والخلق الحسن. كل ما تعلمته في مدرسة الصيام من ضبط النفس ومن البشاشة ومن القول الحسن ومن مرورك بوالديك ومن تعاملك الحسن مع إخوانك مع جيرانك، كل ما تعلمته من مدرسة الصيام عليك أن تنزله على أرض الواقع بعد رمضان. فمن نزل ما تعلمه في رمضان بعد رمضان فهذا من الفائزين المفلحين من الناجحين، لأنه خرج بفائدة هو يطبقها في أرض الواقع. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق والبشر، وعلى آله وأصحابه ذوي الهدى والنظر، وعلى التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان ما أشرقت الشمس ولاح القمر. أما بعد فيا عباد الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أحبابي الكرام، هذه هي الثوابت التي ذكرناها. عرفتها أخي المسلم فالزمها، الزم هذه الثوابت وطبقها في حياتك، لا تغفل عن واحدة منها لأنها مترابطة. إذن فما عليك إلا أن تلتزمها وأن تطلب العون من الله عز وجل على أن يثبتك عليها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة، أي بعد كل صلاة، أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من أعانه الله عز وجل فهو المعان، ومن وفقه الله عز وجل فهو الموفق. من اعتصم بالله نجاه، ومن تقرب إلى الله عز وجل كفاه. ألم يقل الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ نعم أحبابي الكرام. وإذا أراد المؤمن أن يستمر في عبادته لا بد أن يتوسط، عليه بالوسطية والاعتدال في العبادة، لا إفراط ولا تفريط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. لأن الإفراط في العبادة أحبابي الكرام يساوي التفريط. كم من أناس عندما دخل رمضان وأهل شهر رمضان دخلوا أقوياء في عبادة رمضان، لكن بمجرد أن دخلت العشر الوسطى سحبوا من المساجد، سحبوا من التراويح، بل إذا دخلت العشر الأواخر تركوا المسجد. لماذا؟ لأنهم لم يتوسطوا في العبادة. فمن أراد أن يستمر في العبادة عليه أن يتوسط،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. ولقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، ما معنى أثبته؟ أي داوم عليه وواظب عليه. إنما العبرة بالخواتيم أحبابي الكرام، فما على المؤمن إلا أن يتوسط في العبادة كما قلنا. ولما في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة حسنة. ذات يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد النبوي فوجد حبلا ممدودا ومربوطا بين الساريتين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لمن هذا الحبل؟ سأل الصحابة: لمن هذا الحبل؟ فقيل له: إنه لزينب. تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعل به زينب؟ فقيل له: تصلي، فإذا فترت أي أحست بالعياء